الله جل وعلا يوم القيامة ييئس الكافرين من رحمته. وقيل في الأثر أن إبليس إنما بيشب كده على إيه؟ بيشب على رجليه، تلطيف رجليه، لكي تدركه رحمة الله جل وعلا يوم القيامة، لما يرى من رحمة الله جل وعلا تنصب انصبابا على الإيه؟ على المؤمنين. فإبليس بيقول لك لعل إيه؟ آخذ حاجة، بس أن الله جل وعلا كتب لرحمته إن وسع كل شيء، فسأكتبها للذين إيه؟ الذين اتقوا. طيب يبقى ده الرحمن الرحيم، يبقى كده الرحمن في الدنيا للمؤمن والكافر. أما الرحيم، وشو بقى أنت تتحسر قوي قوي لما تسمع الآية دي، سورة مريم الله جل وعلا يقول إيه؟ إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن إيه؟ ودا. يعني إيه؟ يعني أن الله جل وعلا الرحيم اللي بيرحم عباده في الدنيا والآخرة هيتقتصر بس للذين آمنوا وعملوا الصالحات، كأن الكافرين لا مولى لهم ولا ناصر لهم، وهكذا هم يوم القيامة. تخيل الله جل وعلا خلق المؤمن والكافر، ولكن المؤمن الكافر هيرى المؤمن يوم القيامة بيحوز كل الرحمة من ربه، أما الكافر ملوش أي حاجة. طب ده ليه يا رب؟ الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. طب هو الله جل وعلا مش مالك الدنيا والآخرة؟ الله جل وعلا مش مالك السماوات والأرض؟ مش معنى الله جل وعلا بيقول مالك يوم الدين، مش معنى يوم الدين ده بالذات؟ ليه يوم الدين؟ وما قالش ليه مالك يوم القيامة؟ مالك